سعادة المدير العام للتعليم الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، سعادة رئيس مكتب الشريعة الإسلامية، سعادة والي مدينة بندة شيخ، سعادة مدير جامعة رانير الإسلامية الحكومية، سعادة الرئيس العام لاتحاد مدرسي اللغة العربية. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وأدامكم وأبقاكم لخدمة اللغة العربية، تعززون مبادراتها وترعون أعمالها. إن تعلم اللغات الأجنبية أصبح حاجة وضرورة من ضرورات العصر، فاللغة توثق الروابط والصلات وتقوي الاندماج والتكامل بين الشعوب، وتعزز العلاقات وتقوي العمل الدبلوماسي بين الدول، وتشجع على الحوار بين الحضارات والثقافات. ودعم هذا كله وقواه انتشار وسائل الاتصال ووفرتها. واللغة العربية من أقدم اللغات الحية التي ما زالت تساير كل الظروف وتتكيف مع مختلف العصور، وانفردت ببلاغتها وبيانها، وهي لغة الدين ومفتاحه، ولا تفهم حقائقه وأسراره إلا بها. وظلت على مدى قرون طويلة جسرا للتواصل بين الشعوب، ووعاء نستقي منه حضارتنا الإسلامية وتاريخنا وقيمنا وتقاليدنا، ولغة حاضنة للعلوم وللتنوع الثقافي، ولسانا للتواصل الإنساني والإبداعي، يشهد بذلك ما تحويه المكتبات من نفائس وذخائر في مختلف العلوم والمعارف. لغتنا العربية التي اجتمعتم لأجلها هي الرحم الواصلة واللحمة الجامعة بيننا. لغتنا العربية التي اجتمعتم اليوم على مائدتها هي لسان القرآن وكفى به فخرا، وهي اختيار الرحمن لكتابه وكفى به حافظا ونصيرا. أيها الشغوفون والشغوفات بهذه اللغة الشريفة، لقد تحملتم بعد الشقة ووعثاء السفر لأجلها، وما فعلتموه يعيد إلى الأذهان ما قاله أبو منصور الثعالبي حين قال: إن الله عز وجل لما شرف العربية وعظمها ورفع قدرها وكرمها قيض لها حفظة وخزنة من خواص الناس وأعيان الفضل وأنجم الأرض، فنسوا في خدمتها الشهوات وجابوا الفلوات لخدمتها. أيها الحضور الكريم، أنقل لكم تحياتي وتقدير الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، الذي غادر أمس هذا البلد الطيب بعد أن أشرف واختتم 13 برنامجا تدريبيا استفاد منها أكثر من 600 متدرب بالشراكة مع اتحاد مدرسي اللغة العربية وعدد من الجامعات المستضيفة، وهي جامعة الأزهر الإندونيسية، وجامعة جاكرتا الحكومية، وجامعة مالنج الحكومية، ومالنج الإسلامية، وجامعة مولانا مالك إبراهيم. وتأتي هذه الدورات والبرامج إيمانا من المركز بالعمق الاستراتيجي والإسلامي لإندونيسيا،
وامتدادا لبرامج سابقة نفذها المركز في إندونيسيا مثل شهر اللغة العربية. كما يسعد المركز باختيار خبير في اللغة العربية من إندونيسيا، وهو الأستاذ الفاضل أحمد فؤاد أفندي، باختياره عضواً في مجلس أمناء المركز. وينوع المركز نشاطه وبرامجه التي تخدم اللغة العربية، فقد دعم مؤخراً بعض الأقسام العلمية في الجامعات مثل جامعة السنغال، هذا في الجانب الدولي. وأنهى المرحلة الأولى من المنحة التي قدمها للطلاب الأوغنديين في جامعة مكريري في أوغندا، واستضاف مؤخراً وفداً من كوريا، واختتم برامج تدريبية في باكستان وفيتنام. وينفذ المركز حالياً برامج في تشاد وجزر القمر والبوسنة والهرسك. كما يستضيف المركز 15 أستاذاً من رؤساء أقسام اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية، ومثلهم من الجامعات الهندية. كما يستضيف وفداً من جمهورية بوركينا فاسو والمالديف. ويشرف المركز حالياً على بعض التجمعات اللغوية مثل مركز الأمير سلطان في جامعة موسكو للعلاقات الدولية. ويستعد المركز حالياً لتأسيس مركز الاستعراف في جامعة باكوراسيا في أذربيجان، وتأسيس معامل لغوية في البوسنة والهرسك. وختاماً، أنا وزملائي في المركز الذين أتكلم باسمهم نتقدم أولاً بالحمد لله سبحانه على نعمه وأفضاله وآلائه، ثم نزجي وافر الشكر لهذا الشعب الطيب الذي غمرنا بلطفه وأفاض علينا من كريم أخلاقه. والشكر موصول لمنظمي هذا المؤتمر، جامعة الرنير الإسلامية الحكومية واتحاد مدرسي اللغة العربية، على ما قدموه من تعاون لعقد هذا المؤتمر وما أنفقوه من وقتهم وجهدهم في سبيل نجاحه. وختاما، أزجي تحية إجلال وتقدير لكل من مد يده لخدمة اللغة العربية في سبيل تجديد الأمل في عودتها إلى صدارتها في العالم. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.